السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. جايلكم النهارده فيديو جديد، اتمنى انه يعجبكم. عايزه اقول لكم بقى ان انا رحت محطة مصر ورحت جبت السوق كله. الاسعار يعني من ده على ده، كويس على غالي على كده. طبعا انتوا هتقارنوا بقى الاسعار بالاسواق اللي عندكم. اول حاجه عايزه اقول لكم ان انا صورت لكم محطه مصر من بره ومن السوق الجديد، وان شاء الله ده هنزله فيديو تاني لوحده منفصل. بس هنا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها بالاسعار. تمام. انا عايزه ابدا معاكم بالكومبايه الحلوه دي كده. بصوا ما شاء الله عليها، تقيله وحلوه جدا. دي كده عامله كان مصر اداها ب 15 جنيه، فانا خدتها ب 10 جنيه. هي تاخد بتاع كيلو رز كده، يعني ما شاء الله تبقى حلوه قوي. عامله معايا 10 جنيه ماشي، بس بالعافيه، يعني عايزه اقول لكم دي بالعافيه. الخضره بتاعتها، الخضره ما شاء الله، عشان احنا بقى في فصل الشتاء وكده، فالخضار كتير وحلو يعني. بصوا شبت وبقدونس وكزبره، وخلوته يحط لي كمان نعناع اخضر عشان المحشي بيحبه. كل ده عامل 5 جنيه بس، الخضار ده بس كده عامل 5 جنيه. تمام. وكان عند الراجل ده برضو في محطة مصر من بره الحاجات دي كلها. بصوا المحشي والكرنب ده من واحد من جوه السوق، اللي هو اسمها ايه، من بره المول يعني. السوق القديم. فده بيبيع الكرنبيط بالكيلو كده، وبيبقى مفرطه كده. فانا جبت كيلو، فهو بصراحه نقهولي طازه وحلو قوي. الكيلو ده عامل 10 جنيه ماشي. وجبت من عنده هو كمان بنجر. جبت الحبة دول ب5 جنيه، عاملين نص كيلو، لأن الكيلو كان قايل لي كيلو ب8 جنيه، بس أنا جبت حبة ب5، يعني أكتر من نص كيلو بشوية. بصوا طازة كده وكبير وحلو قوي. طبعا مفيد جدا، انتوا عارفين البنجر مفيد جدا اليومين دول، وعلى طول يعني، الأنيميا بقى والحاجات دي. تمام. عايزة أقول لكم إن أنا متأخرة جدا ولسه معملتش الغدا، بس برضو قلت إيه أقول لكم الأسعار. بصوا الفلفل الأخضر ده بقى من جوه المول الكبير الجديد ده، حاجات جميلة جدا وشكله حلو قوي. بصوا الربع ب3 جنيه ونص، فأنا جبت ب5 جنيه، يعني فوق الربع بشوية ماشي. الربع كيلو ب3 ونص. وبصوا البطاطس اللي ام نقطة حمرا دي حلوة كده، هي متوسطة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي. كانت عاملة 6 جنيه ونص، جبت 2 كيلو ماشي. وفي الطماطم دي، بصوا طماطم هي حمرا وجميلة، انا منقياها بنفسي برضه. كيلو كان عامل 6 ونص، وفيه ب8. فانا جبت انا كده كده عايزاها للصلصة، مش عايزاها جامدة، فانا جبت من 6 ونص، جبت 2 كيلو برضه ماشي. وجبت البصل ده، البصل الاحمر ده حلو برضه. انا بجيب الحجم الوسط وكم واحدة كده كبار. دول عاملين الكيلو برضه ب6 ونص، جبت 2 كيلو ماشي. معانا ايه تاني هنا؟ بصوا الليمون عامل ربع كيلو ب2 ونص، جبت نص كيلو ب5 جنيه ماشي. برضو انت بتنقي براحتك واللي انت عايزاه ماشي. وهنا في كوسه، انا مبحبش اجيب كميه كوسه لان انتوا عارفين روحها قصيره وبتبوظ بسرعه في التلاجة. فجبت بحب الصغيره دي، طعمها مسكر في الاكل. الكيلو عامل 10، فانا جبت نص كيلو بس ب5 جنيه. تمام. وجبت البنجان كوبي دوت، الكيلو عامل 6 ونص، وتقريبا اغلب الاسعار كلها 6 ونص. جبت كيلو بالظبط ب6 ونص ماشي. جميل قوي كده وبيلمع وهو يعني. وبصوا كان في جوه المول دوت اسماك بقى، عاملين اقسام للاسماك والخضروات والفاكهه، فانا جبت منه بصوا الجمبري ده اسمه عقر، اسمه ايه؟ صغير. بس ده بقى ايه، بيتنقى شويه كده، عشان بصوا بيبقى فيه اسماك صغيره وحاجات كده، لازم يتنقى ويتنقع في الميه كتير. تبداي تنقعي في الميه كتير لغايه ما الميه تبقى بيضه وصافيه خالص. الكيلو كان عامل 20، انا جبت برضو نص كيلو عشان انا مش عايزه اشيل منه في الفلوس. بيتعمل منه كفته رز بالجمبري، وبيتعمل منه زي ما هو كده، ويتاكل كده بالمعلقه. هوريكم بقى برضو الموضوع ده لو عايزينه، هبقى اعمل لكم فيديو منفصل ماشي. السفندي ده يا حبايبي 3 كيلو عامل 2 كيلو ب10 جنيه صح. والبرتقال كان في برتقال هنا اهو، ده خلاص يا حمام. بصوا البرتقال ده في السوق بقى كله، عشان طبعا الموسم بتاعه 3 كيلو ب10 جنيه. طبعا انا بتكلم بسرعه لان لسه ما عملتش الغدا، وحبيت بس اقول لكم الاسعار وهوريكم طبعا الفيديو بتاع محطه مصر وجمالها بجد، بقت تحفه وبقت حاجه تانية خالص. وكان في برضو هناك الفراخ، عاملين بقى طبعا الوراك في اسعار مختلفه.
مش الاسعار بصراحه ثابته، في اللي ب40 واللي فيه ب38 الكيلو. وفي عاملين كده فراخ صغيره، الفرخه عامله 30 جنيه برضو، صغيره جدا، ممكن تستخدميها كانها فرخه تحشيها بقى فريك. يعني ممكن تقضي اسبوع كامل بمبلغ بسيط. يعني الخضروات كده تعتبر معديه الحاجات دي، بس عامله 250 جنيه بالفاكهه، بالبرتقال بالسفندي. واقول لكم يا جماعه في اخر الفيديو، عشان برضو انا احب ان انتوا تستفيدوا من الفيديو، مش مجرد تشوفوا اسعار وبس. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي. هنا حبايبي بقى بدأت أجيب المنظمات بتاعة التلاجة بتاعتي، وبدأت أفضي فيها كل الخضروات. طبعا مكانش معايا وقت خالص إن أنا أغسل لسه الطماطم وأرجعها تاني في التلاجة، بس زي ما انتوا شايفين كده خليت دوت بس للطماطم. جبت المنظم التاني بقى، رحت حاطه ليمون. طبعا من ربكتي كان المفروض احط مناديل ورق، طبعا ما كانش عندي، كانت خالصه. احط طب حتى ورق ابيض. فانتي لو عندك مناديل ورق او عندك ورق ابيض اللي هو زي الفلوسكاب وكده، او ورق من النص كده من الكراسه، تروحي حطاه من تحت، عشان ايه؟ يخلي الحاجه بتاعتك ايه؟ مش منديه، فيخلي الخضره تطرى. انا عملت الموضوع ده بقى بعد ما خلصت اكل، طبعا افتكرت وكده، رحت مفضيهم تاني، ورحت حاطه من تحت ورق ومن فوق ورق، عشان ما عنديش مناديل مطبخ. هنا في اخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم على وجبه ممكن تعمليها في نص الاسبوع او في اول الاسبوع. يعني مهم هقول لكم وجبات تكون بسيطه، ممكن تحطيها في النص ما بين مثلا ايه، يوم يكون فيه فراخ، يوم يكون فيه سمك، فتحطي مثلا يوم كده يكون حاجه اكل بسيط وسهل وما يكونش مكلف. لان طبعا كلنا شايفين ان الاسعار بقت غاليه جدا، والدنيا بقت صعبه جدا، والحياه بقت مكلفه جدا، خصوصا في وجود دلوقتي مدارس ودروس وامتحانات. فيعني الله يكون في عوننا جميعا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. اهو ادي الاكل بتاعنا النهارده، متواضع جدا وبسيط جدا وحلو جدا على فكره. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. بصوا ادي الباذنجان المقلي، طبعا في فوق وتحت، انا حاطه كذا طبقه ورق وكده عشان الزيت بس كتير، شرب زيت كتير. وادي الجمبري بتاعنا الجميل، ماشي. وادي دي سمكه بوري. عايزه اقول لكم انا عندي ما شاء الله سمك بوري كتير ومتبله الحمد لله في الديب فريزر، بس انا والبنات مش عايزين، فجوزي يعني قال لي طلعي سمكيه بس على قد كده، شويتها له. وادي بطاطس محمره، وادي الكابوتشي، وادي العيش بتاعنا، وادي الميه بتاعتنا، والحمد لله على الاكله ديت. ده الجمبري حنا بتحب، لا جمبري. بس كده. ولو حتى حسبنا الغدوة دي، يعني لو انت عايزة تعملي منيو كامل لأسبوع كامل، ادي اول حاجة في اليوم في الأسبوع ده. البدنجان ده كان عامل معانا 6.5، وب10 جنيه جمبري ادي 16.5، والكابوتشي الواحدة ب3.5. يبقى كده كام؟ يبقى كده 20 جنيه. والسمك كان عندي، والبطاطس قولي 3 بطاطسات ولا 4 بطاطسات، يعني نص كيلو. قولي الموضوع يعني قولي كله كده عامل 25 جنيه. ماشي، فأكلة بسيطة وسهلة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.